الكارد سيكشن دي ده المين كونتنت بتاعنا، فاحنا خلينا مثلا هنا كده يبقى المين ده برضو عشان السيمانتك زي ما احنا قلنا. تمام، هو هنا المين سيمانتك. تمام. هنا بقى هنعمل شويه كاردز كده، ومثلا حوالي 4 5 كده، 4 5 كاردز كده نحطهم ونشوف الدنيا هتعمل معانا ايه. فخلينا نعمل جوه المين هنا سيكشن. تمام، نديله برضو كلاس نيم ونسميه مثلا كاردز باسم الكومبوننت كاردز سيكشن. وهنا هنعمل الكاردز بتاعتنا، ولكن الكاردز دي هيكون فيها فكره كده، هي مش فكره يعني، هي حاجه تقليديه جدا المفروض ان احنا نكون عارفينها، الا وهي ان احنا نماب على اري مثلا موجود عندنا من الكونتنتس. بدل ما نقعد نعمل حاجه ونكررها كذا مره، لا خلينا نعمل هنا اري ونماب عليها. هنا نخلي مثلا كود يماب عليها. فانا هنا مثلا هعمل كونست لداتا مثلا وليكن ترانس مثلا. الاري ديت هنخليها array of object. طيب خلينا نجهز الداتا ديت وارجع لكم تاني علشان ما نضيعش وقت في تجهيز الداتا دي. طيب انا هنا بقى جهزت شويه داتا كده، شويه تالنتس يعني. تمام، داتا بس فيك كده علشان نتست بيها الداتا الكاردز بتاعتنا. تمام، هنماب عليهم هنا كده تالنتس دي دوت ماب. تمام، ممكن نعمل هنا مثلا ايتم ونعمل اندكس علشان نعمل الكي ونماب عليهم هنا كده. دي مثلا هنحتاج ان احنا نظهر النيم وهنحتاج ان احنا نظهر الديسكريبشن، فخلينا نحط الاثنين جوه ديف. الديف ده ديف هنديله كلاس نيم مثلا. ده عباره عن ده كل كارد بقى هنماب عليها، هيبقى جواها h4 او h3. ديت هنحط جواها مثلا الايتم دوت، ودي يظهر لي بقى ايوه بالظبط كده. والباراجراف الثانيه نحط فيها ديسكريبشن كده ايتم دوت ديسك. تمام، هنا طبعا عايزين نحط الكي اللي احنا عارفينه علشان الماب، فهنحط هنا الاندكس بالظبط كده. تمام، فخلينا نبص بقى على الحاجات دي قبل ما حتى نعملها الستايل، بس خلينا نجيب هنا عشان نفرق دي كده. تمام كده، نعمل دي كده. خلينا نعمل ده عشان ما ننساهوش import للملف الستايل بتاعنا، هيبقى هو ده. ونروح على الاب جي اس اكس ونعمل له uncomment هنا، ونيجي هنا كده بالظبط كده. شايفين بقى الداتا دي عامله ازاي؟ هي اصلا يعني ده مش شكلها الطبيعي. تمام، ده مش الشكل اللي المفروض تظهر عليه. فاحنا خلينا نديها شويه ستايل ونيجي نشوف ازاي من غير ما نعملها ريسبونس هتكون عامله ازاي. تمام، فخلينا نقفل بقى الفوتر، نقفل الفوتر ونيجي على ملف الستايل هنا ونبدا نشتغل عليه. تمام، كان عندنا اول كلاس معانا اللي هو الكاردس سيكشن. تمام، دوت بقى هنديله ديسبلاي جريد. تمام، هنديله جريد تمبلت كولمز ريبيت. تمام، جوه ريبيت هنا اوتو فيت. المفروض ان هو يكمل معايا انا، بس ايه مستنيه يكمل، بس هو ما بيكملش تقريبا، مش مساعد النهارده. ماشي، من ماكس مثلا ممكن نديها كام 220 بكسل مثلا، ونوزعهم بتساوي 1 فراكشن، ونعمل جاب بسيطة ما بينهم نخليها مثلا 1.5 RPM، والبادنج نخليها 2. حلو. طيب خلينا نيجي هنا على الكارد الباك جراوند كرر، خليها مثلا باك جراوند مختلف. عايزينها باك جراوند مختلف تكون عن البيضة كده مثلا، نخليها دي 9. دي حاجة ايه قريبة من الأبيض كده بس، أو الجري، ما بين الأبيض والجري. البوردر راديوس مثلا نخليها حاجة برضه زي 10 بكسل. نعمل بادنج، البادنج دوت نخليه مثلا زي اللي فوق، أو لأ خليه 1.5 أحسن. وتكست لاين سنتر، والبوكس نعملها برضه بوكس الشادو. بوكس الشادو مثلا 0 4 بكسل 6 بكسل، ونديله لون RGBA وليكن مثلا 0 0 0، والشفافية بتاعته مثلا نخليها 0.1. حلو، نشوف دلوقتي بقى لنا ايه. بس هما دول الاتنين. انا ممكن نعمل بقى هوفر هنا كده على الكارد دي عشان منظر جمالي بس كده. هوفر بتاعنا نعمل ترانسفورم مثلا، نخليها ايه تطلع لها مثلا لفوق كده ترانسليتد واي. حلو، ونعمل ترانزيشن. طيب هو الجهاز مش مساعد خالص. حلو، خلينا نبص على الداتا بس. شايفين بقى هنا دي منظر الكاردز بتاعتي. طيب
انا دلوقتي هعمل بقى الفكره اللي انا كنت بتكلم عليها دلوقتي. انا هعمل دلوقتي هنا سنيبت. حلو، ماشي، طبيعي. هبدا اصغر. سليمه، 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 سليمه. الله، ازاي بقى ده؟ احنا ما عملناش ميديا كويري، ما عملناش ميديا كويري ولا خفينا حاجه ولا ظهرنا حاجه، بالعكس بنكبر بيكبر بيفردوا معانا، بنصغر بيصغروا وياخدوا الجريد بتاعهم براحتهم، وكل واحده تظبط مع الثانيه، واول ما يصغروا خالص يترصوا تحت بعض، فرقت خالص يترصوا جنب بعض. وهنا بقى بيجي الفرق ما بين الفليكس والجراد. شفت الفليكس عمل الفليكس هيراب معاك. ممكن لو احنا عايزين نعمل فليكس راب عشان حاجات راب معانا هتراب معاك، حاجات هيظبطها معاك ولكن الجراد بتيجي حلاوته في العناصر اللي زي دي كده، كاردز جنب بعضها، شويه صور جنب بعضها، فيديوهات جنب بعضها، الحته دي بتظبط جامد بقى. فهو هنا بيظهر الفرق ما بين الفليكس والجريد. فبس خلينا بقى ايه نظبط حته الفوتر دي نخليه تحت شويه. فاحنا مثلا ممكن نيجي مثلا هنا في الاندكس، خلينا نيجي في البادي. البادي ده اللي هو شايل طبعا كل العناصر بتاعتنا، فاحنا ممكن نديله ديسبلاي فليكس، بس نخليه بقى ايه كده. طبعا هم هيجوا جنب بعض. احنا دلوقتي لو احنا بصينا شايفين جم عاملين ازاي؟ طبعا ده مش منطقي يعني. هنخليها مثلا فليكس دايركشن كولوم، ونعمل ان المين هايت بتاعنا يكون الشاشة كلها. ونيجي على المين، مثلا المين ده اللي هو في الكاردس، ونديله فليكس 1 علشان يمد معانا كله. طب هو ممدش ليه؟ المفروض يمد معانا. طيب خلينا نشوف الفكرة. طيب الفكرة كلها أنا دورت كده يعني، فقعدت أجرب برضو لحد ما وصلت. شايفين هنا الروت ده أصلا، الروت ده أصلا هو ده الهايت اللي هو واخد. شايفين واخد هايت قد إيه؟ لا إحنا عايزين ياخد بقى الهايت أصلا بتاع الشاشة كلها. تمام، فإحنا لو قلنا مثلا جايين عليه هنا كده، قلنا جايين مثلا عاملين هايت لا مثلا جينا هنا مثلا، لا مش هايت بقى، هنديله ديسبلاي ماشي فليكس. حلو، ونقوم رايحين عاطينه لا هنا ظهر جنب بعض، فاحنا لازم نخليهم تحت بعض، فنخليهم فليكس دايركشن كولوم، ونديله فليكس جرو 1 بس كده ظهر. بس احنا بقى شايفين بقى شايفين اللي هو ده الحته اللي احنا بننزلها دي، فما ينفعش. فاحنا لازم نشيل ده بان احنا نعمل مارجن زيرو. لا مش هنا بقى، في البادي، هتبقى في البادي. فخلينا نشيلها من هنا ونيجي على البادي ونعمل هنا كده مارجن زيرو بس. هنا كده ما عادش في ايه الحته اللي احنا كنا بننزلها تحت. فخلينا بقى نطبق اللي احنا عملناه ده هنا كده. طبعا الروت بتاعنا هو اصلا واخد هاش روت، فاحنا دلوقتي هنديله ديسبلاي فليكس زي ما عملنا هناك، وهنديله فليكس دايركشن كولوم، وهنديله فليكس رو 1، وهنا ندي للبادي مارجن عشان المارجن الحته اللي هو كان بينزل تحت دي عشان ينزل بالظبط كده. شايفين؟ طيب نجرب بقى الريسبونس بتاعنا كده، اخر تيست معانا. عايزين نشوف الهيدر، عايزين نشوف الناف، عايزين نشوف المين كونتنت، عايزين نشوف الفوتر. ماشي، كارد سيكشن بسم الله ما شاء الله يعني احلى شغل. ماشي، هنظهر كمان اللينكات هنا ظبطت، اللينكات هنا ظبطت اهي تمام. برضو ديت الحته ديت ايه، عشان ديت ممكن نديلها ثانيه، نديلها هنا كده. فين ديت ايه؟ دي الناف بار بتاعنا. نيجي على الناف بار، نخلي الناف لينكس دي نديلها زد اندكس 9. ونشوف بالظبط كده هي مش ظاهره او ظاهره فوقهم يعني. طبعا انا قلت ان ديت اصلا حلها ان احنا نعمل ايكون فوق كده ونضغط عليها تظهر، نضغط عليها تختفي. تمام، ده الحل الامثل يعني. بالظبط كده شايفين. بس وده كان فيديو النهارده. طبعا لو عايزين بقى نشرح الفليكس كفليكس اصلا ازاي بيشتغل والتكنيك بتاعه من اوله لاخره بكل الحاجات بتاعته، فاحنا ممكن نشرحه كذلك الجريد. هنا بس كانت فكره ان احنا اصلا ايه اهميه الريسبونسيف بالنسبه لنا، وازاي نطبقه عندنا في مشروع بسيط كده عملي. يا ريت بس هو بس الفكره ديت ان هي مش صعبه، ولكن محتاجه انك تطبق ورايا مثلا، او تطبق على حاجات بايدك، بحيث انك تمرن ايدك على ازاي تخلي اي موقع بالنسبه لك هو موقع ريسبونسيف. الحاجه في الريسبونسيف مش انك ترص عناصر جنب بعضها ولما الشاشه تظهر ترصهم تحت بعض زي ما احنا عملنا النهارده. في حالات كتير قوي الريسبونسيف زي ما احنا شفنا هنا في الناف، ان اللينكات ديت اصلا لما الشاشه تظهر يظهر مثلا ايكون هنا اول ما الشاشه تظهر، مش شرط ان هي تكون ظاهره لما الشاشه تكون كبيره، لا لما الشاشه تظهر بس الايكون تظهر، فبالتالي لما يضغط عليها تظهر اللينكات. كذلك برضو في حاجات تانية كتير قوي. حته الريسبونسيف هي حته مهمه جدا، حاول تدور عليها على مشاريع كتير جدا تطبق عليها بايدك. ولو احتجت اي حاجه انا معاك، قناه تليجرام موجوده في الديسكربشن.
موجود بيها ممكن نتناقش عليها برضه هناك، فأنا مستنيك هناك. طبعًا ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجديدة، وهاستناكم إن شاء الله في فيديوهات جاية، وبإذن الله في خطة إن إحنا نعمل مشاريع كبيرة بقى جاهزة أصلًا، مشاريع فعلًا مشاريع موجود تنزل على الCV بتاعك أو تنزل على الportfolio بتاعك، ومع بعض نطبّقها سوا إن شاء الله. مش عايز أطوّل عليكم أكتر من كده، كان معاكم وليد أشرف، سلام.